يسعد لي أوقاتكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو. رمضان كريم على الجميع، وإن شاء الله ينعاد على الجميع بالصحة والعافية يا رب، والله يتقبل منا أعمالنا صيامنا وقيامنا يا رب. صبايا هذا الفيديو رح ينزل بأول يوم من تاني يوم من رمضان. طبعا هو كان روتيني اليوم الأول من رمضان. مثل ما شفتوا أنا كنت عاملة شوية أكلات، وهلأ رح نبلش بطريقة تحضير بعض أنواع هاي الأكلات. أكيد ما رح صور كل الأكلات لأنه صعب علي بيوم واحد. هلأ هون أنا كنت عم بعمل كبة بلبنية. عندي هاي اللحم يلي بالعظم، رح أعطيها هيك حمسة صغيرة على النار مع معلقة سمنة، وبس هيك حمسة شوي توصل للون أشقر رح أحط عليها المي وأتركها لحتى تستوي، وأكيد رح نشيل الزفرة لما بتطلع. هون كمان كنت محضرة الكبة النية. أنا قبل ما حكيت لكم بفيديو سابق إنه أنا مقررة إنه أعمل يعني أكلات كتير قليلة برمضان لحتى ما إنه يزيد عندي أكل، ومع هذا الشي يعني وزاد يعني ما كتير، يعني واحد أول يوم رمضان ما بيحسن ياكل، وإجباري لازم نعمل كذا صنف. هلأ هون حطيت مي على النار لحتى أسلق فيها الدعابيل اللي رح تنحط بالكبة بلبنية. طبعا أنا هاي المرة عملتها بالطريقة الأصلية. هلا هون تركت النار على المي وبلشت أعمل المعروك. طبعا المعروك السوري كتير سهل إنه نعمله بالبيت وبيطلع أطيب من الجاهز. هلا هون أنا رح أحط تقريبا 4 كاسات من الطحين. هلا هاي الكاسة اللي أنا بستخدمها هي المعيار، تقريبا بتطلع كاسة. هلا هون كانت ماريا كمان عم بتساعدني، أو بالأحرى عم تعجزني، لأنه هي كمان صايمة وكتير ضاجت، يعني كل شوي تقلي رح أفطر، قلت لها افطري. يعني أنا بنتي صغيرة عمرها 7 سنين وما بجبرها إنه تصوم، بس هي بتحب تصوم. هي هديك السنة صامت، بس السنة عندها مدرسة وصار شوي الموضوع يعني صعب عليها، وأنا ما بحب أجبرها إنه تصوم. هلا هون كانت عم بتساعدني بالمعروك. هلا هون حطيت الطحين وحطيت السكر، ورح أحط عليه معلقة من الحليب الناشف، حليب البودرة. طبعا كتير ضروري تحطوا الحليب البودرة لحتى يعطيه الطراوة اللي هي بتكون بالمعروك. وأكيد ما بننسى المحلب. المحلب مكون أساسي بالمعروك اللي بيعطيه النكهة الطيبة. ورح أحط معلقة كبيرة من المحلب، ورح نحط خميرة كمان. حطيت طبعا معلقة تقريبا كاسة سكر، أو يعني كوب صغير، يعني تقريبا 100 جرام من السكر. فانيليا، بحب نكهة الفانيليا. وكمان رح نزل عليهم معلقة كبيرة من الخميرة. طبعا الخميرة لازم تكون يعني خميرة ما تكون مستخدمينها أو الكيس مفتوح. يفضل يعني إنه يكون الخميرة إنه نفتح الكيس ونستخدمه. أنا بجيب هاي الأكياس الصغيرة لأنه استخدام يعني مرة واحدة وخلاص، يعني ما بترك الكيس مفتوح وبنساه وهيك. هلا رح نخلط المواد جافة كلها سوا ورح نعجنهم بالمي. طبعا بالنسبة للدهون بالمعروك رح نحط بس كاسة زيت نباتي. بتحبوا تحطوا زبدة أو تحطوا زيت نباتي ما بتفرق، بس أنا بحب أحط زيت لأنه لنفشة المعروك بيساعد أكتر، ما بيعطي إنه بيلزق على بعضه أو بيعجن. طبعا هذا الشي موضوع بيرجع للتخمير أكتر شي. هلا رح أحط كوب المي ورح بلش أعجن لحتى تكتفي لحتى تكتفي من المي. طبعا لازم تكون عنا عجينة طرية، ما تكون عجينة قاسية، لحتى نضمن نجاح المعروك. بالنسبة لعجينة المعروك أكيد بدها عجن لحتى تطلع معنا بهذا الشكل. لازم تكون ناعمة وما تكون قاسية كتير، مثل ما شفتوا هيك لازم تكون. هاي يعني بضمن لكم نجاحها 100%. هلا هيك اللحمة تقريبا قربت تستوي عندي. أكيد عملت كمان شوربة العدس، عملت أصناف يعني مقبلات تانية. هلا هون رح بلش حط اللبن لحتى أطبخ اللبنية. هلا هذا اللبن أنا عملته على إيدي، بس هيك شوي طلع خفيف، بس طعمته طيبة، يعني بكفي إنه هو شغل منزلي وبنعرف شو محطوط فيه.
حطيت كمان معلقة من الثوم المهروس، وراح احط بيضة لحتى ما يفرط عندي اللبن. اما بحب استخدم النشا باللبنية، بحط بيضة تعطي النتيجة نفسها اللي بيعطيها النشا، وبنضمن انه اللبن ما راح يفرط. هلا راح ضل حركن على النار هادية لحتى يغلي عندي اللبن. هيك بنضل منحركن على النار لحتى يغلي اللبن. بعدين بنبلش بننزل اللحمة، طبعا اللحمة مستوية بس لحتى تاخد نكهة اللبن، وهيك شوي كام غلوة وراح سكر عليه النار. هيك بتكون جهزت عندي اللبنية. هلا مثل ما شايفين انا حاطة يعني لحمة كمية ما كتير كتيرة، لانه الاكل ما بدي يكتر برمضان، بحب اطبخ يعني تازة. هلا هيك نزلت عليهم اللحمة، رح اتركهم يغلوا شوي، بعدين رح نزل عليهم من المي، مية سلق اللحم. هاي بتعطيها نكهة كتير طيبة. وهلا بعد ما خمرت عندي عجينة المعروك، هلا رح بلش شكل القرص. بالنسبة للمعروك انا بحب اشكله اكتر شي شكل واحد اللي هو القرص، يعني القرص المعروك اللي شكله الاساسي. احيانا بعمله اشكال لما بكون بدي احط معه تمر او بدي احط معه شغلات، بس حاليا ما انه عندي كتير اصناف اكل يعني ما في وقت انه اعمل اشكال تاني. هلا هاي العجينة عندي بتعمل 3 أقراص، رح أقسمها بهذا الشكل. طبعا هاي العجينة بتصلح لجميع أنواع المعروك أو الخلية النحل، إذا حبيتوا تعملوها كمان بتصير. وحالاتها طلعت يعني كتير وسط، وكتير حالاتها يعني مزبوطة. سبحان الله، أنا لما بطبخ وبكون صايمة بيطلع عندي الأكل أزبط من وقت أنا بكون مثلا مفطرة وفيني أدوق الأكل. هيك بحس ما بعرف يعني الشي بالصيام، الحمد لله رب العالمين إنه يعني هذا شي نعمة من الله، إنه يطلع الأكل عطول راكز. هلا هيك بهذا الشكل رح أفتح العجين، يعني رح أعمله قرص بسماكة تقريبا 1 سنتي. طبعا طريقة المعروك أنا بعمله على طريقة التبخير، وأدخله على الفرن لمدة تقريبا ساعة. بعد ما أشكله بهذا الشكل بحطه بالفرن، بحط تحته طنجرة مي مغلية وبسكر على الفرن، بتركه يتبخر لحتى يرتفع، يصير بالارتفاع يلي أنا بدي إياه. بعدين ببلش بشغل نار عليه وبشويه. طبعا بالفرن ما بيحتاج غير ربع ساعة مو أكتر. هلا هيك شكلته بهذا الشكل، بس ما كتير عجبني، رجعت له شكله القديم. دهنته خليط التلميع اللي هو بيضة مع معلقتين حليب، وحطيت معه فانيليا، وأكيد سمسم والحبة السودا، هاد شي أساسي بالمعروك. كمان القرص التاني هيك شكلته بنفس الطريقة، بس هذا القرص طلع أكبر شوي، يعني سبحان الله الإيد مو ميزان. كمان عم أدهنه بخليط التلميع. في ناس ما بتحب البيض، فيكن تحطوا حليب وشوية زيت بس عن جد صبايا يعني البيض ما بيعطي أي زنخة بالمعروك. يعني في ناس ما بتحب الزنخة وأنا وحدة منهم، بس الحمد لله ما طلع زنخ أبدا. كمان رح أحط عليه السمسم والحبة السودا، وكمان رح أحطه بالفرن. ومثل ما قلت لكم رح نعمله بطريقة التبخير. إن شاء الله بفيديو تاني بشارك معكم الطريقة كاملة حتى تعرفوا كيف يعني تبخير. بس هي الطريقة يعني بس إنه تحطوا تحت طنجرة مي وتحطوا الصواني بالرفوف تبع الفرن. هلا هيك اللبنية صارت جاهزة عندي، مثل ما شايفين هذا القوام المطلوب. لما رح تبرد كمان رح يعني تسمك شوي كمان. هلا هون بلشت كمان أقلي العوامة أو اللقم أو اللقيمات، ما بعرف كل واحد بلهجته بسميها تسمية شكل.
هلا أنا بقليها على مرحلتين، أول مرحلة بتكون بهذا اللون، بعدين برجع بكمل عليها بوصلها لمرحلة اللي هي القرمشة، يعني تطلع مقرمشة معنا. هلا هاي النوع يلي عم بعمله بدون الجوز، قليت اللي هو نص العجين بيكون بجوز والنص التاني بدون جوز. كمان رح شارك معكم طريقة بفيديو تاني إن شاء الله، طريقة مفصلة لطريقة عمل اللقم السوري أو العوامة أو اللقيمات، كل شعب بسميها تسمية شكل. هلا هون صار الأكل كله جاهز عندي، وهون قربت ساعة الصفر، رجعت سخنت الأكل وسكبت، وهذا الشكل النهائي لسفرتنا لليوم. إن شاء الله يا رب صحة وعافية على قلب الجميع، ورمضان كريم عليكم جميعا. وإذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسوني من اللايك وتدعموني باشتراك، وأهلا وسهلا فيكم، انتظروني بفيديوهات جديدة وروتينات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.